حل معايا كده. بيقول لك بعد زيادة مين؟ معدل الترسيب عن معدل النحت، يبقى كده احنا في مرحلة مين؟ شيخوخة. قد يعود النهر للنحت في مرة أخرى، ويكون قطاع النهر على شكل شرفات نهرية، لأنه هو كده دخل في مرحلة التصابي، إعادة الشباب، تجديد الشباب، وتجديد الشباب بيبقى شرفات. النهر عند المنبع بتبقى الشكل في إيه؟ ضيقة. أما لو دخلت عند المصب في مرحلة الشيخوخة بيبقى على شكل إيه؟ قوس. وتخلي بالك من البروفايل عند المنبع وعند المصب. يلا يا باشا راجع معايا كده اللي احنا قلناه. بيقول لك اذكر الظواهر الجيولوجيه الناتجه عن الحاجات الحلوه ديت. قال لي كثره الالتواءات والتعريج في النضوج هتؤدي الى تكوين بحيرات ايه؟ قوسيه. خش على اللي بعده. تفاوت الافرع في النحت، واحد منهم هيلم الميه صح؟ ودي كده يبقى حصل ظاهره اسمها أسر الأنهار. طب إذا تغير منسوب المية وقت الفيضان، الشرفات النهرية، النحت المتباين على الجنبين، التواءات وإيه يا جماعة؟ وتعريج. نحت متباين لصخور القاع، شلالات أو مساقط إيه؟ مياه. اعترض طفح بركاني مجرى النهر، هيحصل تصابي وهيؤدي إلى تكوين مين؟ شرفات إيه؟ نهرية. عاوز المراحل، الجداول والنهيرات والبحيرات والأخاديد. ده شباب حضرتك تحدث ظاهرة اسمها الأسر النهري أو القرصنة النهرية. الشباب، مش الشباب بيبدأ بفروع ضيقة، واحد منهم بيلم المية في الأول، يبقى دي مرحلة الإيه؟ شباب. الشلالات اللي هي المساقط دي مرحلة الشباب. طب البحيرات القوسية النضوج. طب البحيرات حاف الشباب. طب المياندرز اللي هي التعريج، انت شغال مياندرز على الجنب بين، يبقى مرحلة. طب الدلتا، ما هو الدلتا يا استاذ في الاخر خالص عند المصب، وعند المصب المرحلة بيبقى اسمها مرحلة الشيخوخة.